يا ترى ايه اللي حصل مع انجي نبيل في غرفة العمليات وهي بتولد وحولها من مستنية مولودها الجديد لأم؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي في الصورة قدام حضراتكم دي اسمها انجي نبيل من محافظة سوهاج، وبالتحديد مركز ومدينة دار السلام. عندها حوالي 30 سنة، متزوجة وعندها ولد وبنت ربنا يبارك فيهم. المهم حصل حمل ثالث، تابعت مع الدكتور شهور الحمل لحد ما جاء ميعاد الولادة اللي هي وأهلها وكل أحبابها مستنين. ويوم الولادة بالتحديد أهلها كانوا معاها مستنين حضور المولود الجديد علشان يحتفلوا بيه. إنجي بالفعل اتجهزت ودخلت غرفة العمليات للولادة، لكن دخلت حاجة وطلعت حاجة تانية خالص. الولادة تمت لكن إنجي ما طلعتش سليمة، طلعت مشلول. أيوة بالظبط زي ما سمعت كده، دخلت غرفة العمليات سليمة طلعت منها مشلولة، وحاليا محجوزة في مستشفى سوهاج العام. زوجها قال إن هم ادوها بنج نصف الأول كالعادة زي أي واحدة بتولد، لكن بعدها ومعرفش ايه السبب ادوها بنج كامل. اختها قالت ان الحقنة اللي اخدتها في ظهرها واللي اداها لها دكتور البنج المختص عملت مشاكل في النخاع الشوكي، يعني تقريبا الحقنة حسب كلامها عملت التهاب في الحبل الشوكي وعملت مشاكل في النخاع الشوكي، وده اللي سبب شلل تماما ما بتتحركش. وزي ما بيقولوا كده الفرحة ما كملتش، واهلها اللي مستنين يحتفلوا معاها بالمولود خدوها وطلعوا بيها على مستشفى سوهاج العام. مش عارفين مصيرها ايه لحد دلوقتي، ومفيش اي تقدم في حالتها. انجي اولادها الثلاثة وزوجها مستنينها في البيت. انجي اولا محتاجة رعاية خاصة، حل مشكلتها الطبية، لو ينفع تسافر بره علشان ترجع سليمة بإذن الله مفيش مانع ان احنا نسفرها ونهتم بحالتها. الجزء الثاني والأهم ألا وهو محاسبة المقصرين اللي تسببوا في شللها ورقدتها في المستشفى، لا حول بيها ولا قوة. يا ريته بسرعة يتم التحقيق معاهم ومحاكمتهم على التقصير ده. واحدة دخلت سليمة، دخلت تولد، تطلع مشلولة ازاي؟ ايه اللي حصل جوه غرفة العمليات بالظبط حولها المشلولة؟ والتقصير من دكتور البنج ولا من دكتور النساء ولا من هما الاثنين؟ ايا كان لابد وضروري من المحاسبة القانونية ليه. وكل اللي بيشوفني دلوقتي يا جماعة وعلشان حق البنت دي يرجع، يا ريت يعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان، وان شاء الله اي جديد عن الموضوع هطلع ابلغ حضراتكم بيه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.